بالفيديو شاهد آخر التطورات في علاج هشام، فقد دخل في غيبوبة بعد أول جلسة علاج كيميائي، وهذا ما خلف صدمة للمؤثرة المغربية خديجة. شاهد ماذا قالت. إذا كنت مسلماً شارك هذا الفيديو مع الأصدقاء ليصل لأكبر عدد ممكن. نتمنى أن يتعافى هشام قريباً ويعود إلى عائلته، فالأمل يبقى موجوداً، فأدعو له بالشفاء. تواجه المؤثرة المغربية خديجة لحظات صعبة جداً بعد تدهور حالة زوجها هشام الصحية بشكل مفاجئ، فقد دخل هشام في غيبوبة بعد أول جلسة علاج كيميائي، وهو ما جعل الموقف أكثر صعوبة على خديجة التي كانت تأمل في تحسن حالته بعد بدء العلاج الكيميائي. منذ الإعلان عن مرض هشام كانت خديجة بمثابة الصخرة التي استند عليها، وشاركت جمهورهما بكل تفاصيل رحلتهما الشاقة مع المرض. لكن مع مرور الوقت ومع بدء العلاج الكيميائي تدهورت حالة هشام بشكل كبير، وهذا ما حدث ليلة البارحة عندما فقد هشام الذاكرة ولم يتمكن من التعرف على خديجة. كان بمثابة صدمة كبيرة لها ولجميع من يتابع حالته. الناس الذين يتابعون حالة هشام عبر صفحات التواصل الاجتماعي يتابعون بقلق تطورات حالته الصحية. الكثيرون منهم عبروا عن تضامنهم ودعائهم له بالشفاء العاجل، وأشار البعض إلى أن هشام كان يجب أن يسافر لتلقي العلاج في فرنسا منذ بداية مرضه، لكن الآن جسد هشام قد أرهق بشكل كبير مما زاد من صعوبة تقبل العلاج، وهذا ما أكدته صديقة المؤثرة المغربية خديجة ليلة البارحة. قالت بأن جسم هشام لم يتقبل العلاج، جسمه الآن متعب كثيراً، وخصوصاً ليلة البارحة في أول حصة له في العلاج الذي أدخلته في غيبوبة. هذه الأحداث المؤلمة أثرت بشكل كبير على خديجة التي بذلت قصارى جهدها لدعم زوجها. الحالة النفسية التي تعيشها الآن لا يمكن تصورها، ولكنها تبقى متمسكة بالأمل، مؤمنة بأن الله سيجازيها على صبرها وتفانيها. الدعاء والدعم المعنوي من الناس قد يكونان ما تحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى. ندعو الله أن يمنح هشام الشفاء العاجل، وأن يقوي خديجة في هذه المحنة الصعبة، ونتمنى أن يتعافى قريباً ويعود إلى عائلته. الأمل يبقى موجوداً، ونسأل الله أن نسمع أخباراً جيدة عن هشام قريباً.